من المتشرش. بس انت ظليت تروح وتسافر وتطلع محافظات وتصارف كراوي وتبات هناك بالفنادق، اكيد مصرفك راح يصير غالي، وعندك ايجار وعندك مصرف الولد هنا عمار. يا اخوي انت لو جاي من البدايه بس ايش عبالك؟ عبالك اني ما اريد لك الخير. بصراحة أنا خجلان من عندكم، وأنا شلت غيبتكم، حكيت عليكم، وتعرف أنت الإنسان ما معصوم من الغلط. انا همين اعتذر من عندك، اول ما جيت قلت هذا جابه هنا، بس هي الارزاق بيد الله اذا تجي على الحقيقه، والانسان اذا يكون مؤمن ويخلي عينه بعين الله يسترزق. أنت كبرت بعيني يا أبو أسد، أنا من شفتك قلت هسه راح يضوج. ترى هو الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. احنا اخوان وان شاء الله ما نختلف. النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام يقول حبوا لاخيك ما تحبوا لنفسك. ابو ميمو دق على حمودي من تحتاج غرض، خاف فد يوم عمار ما يطلع للشغل يقدر يوصل لك اياهم بيد ولد للمحل مالتك. انا ادري بيك اتهمت